وهناك بعض المتمسحين بجدار السلطة أينما كانت هذه السلطة، الذين يحبطون الشعوب تحت مقولة تحمدوا ربكم، ماكلين شاربين نايمين. يا أخي حتى البهايم تاكل وتشرب وتنام. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هو ما ضر المسلمين إلا التمرد على ولاة المسلمين، ولا ضرت الخوارج والفتن إلا بها، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصبر واسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا من أجل هذا، من أجل اتحاد الناس وعدم إثارة القلاقل. وأنتم تعلمون ما حصل للأمة الإسلامية من قتل الخلفاء من أجل هذا الشيء. تترك العلماء أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالعلم، عندهم اجتهادات وعندهم بصيرة وعندهم باع، وتأتي بهذا الذي ما يعرف شيء ويستهزئ على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: فلما رأيتم أنهم لا يخلون إلى أحد الناس وزنا عرفت أنه هؤلاء أصحاب الهوى، يقول فتركتهم.